يا مراري. يعني جده يجيب لي وصفة رجل العفريت عشان اطلع الاول وفي الاخر انطرد. يا مراري تاني. ايه يا بازوكا، كلمتني في التليفون وزعلان ليه يا صاحبي؟ هحكي لك مأساتي يا صاحبي. بقول للأستاذ النهاردة في الدرس ده صاحبي اللي ورايا فتح الفيسبوك يا أستاذ، قام باصصلي وقايل لي عرفتي ازاي يا بازوكا؟ قلت له اصله ظاهر عندي انه نشط يا أستاذ. قام قايل انتوا الاتنين برا. هو انت اخدت وصفة رجل العفريت يا صاحبي اللي جدك عملها لكم؟ ايوه يا صاحبي، اخدنا الوصفة امبارح وجده وزئردة كلنا اخدناها عشان نكون اذكى واشطر. واقعة في حلقي دي باين الوصفة جت معاهم بالعكس، واحنا بقى مش نسيناك يا بسارية، عاملين حسابك يا صاحبي. لا يا بازوكا، بعدين يا صاحبي. انا زعلان قوي النهارده يا بسارية، زعلان. ليه تاني يا بازوك؟ طول اليوم النهارده بفكر ازاي انا ليا اخ واحد واختي زئردة ليها اخين. يا خرابي، ده بازوكا جاله غباء. امال باقي العيلة حصل لهم ايه؟ مالك يا زئردة، انت جالك جنون البقر ولا ايه؟ ده انا صحابي يقولولي النهارده انت بنت غبية ودماغك تخينة. طب انا يا زئردة هسألك كام سؤال سهلين وربنا بقى يستر. اسألني طبعا، ده انا عبقرية وكمان بقيت اكثر عبقرية بعد الوصفة. قوليلي بقى يا زئردة، ايه الحاجة اللي لونها زي شكلها؟ طبعا القطة. يا خرابي. لا يا زئردة، البيضة. ايه الحاجتين اللي لونهم زي شكلهم؟ سهلة يعني، القطة. يبقى البطان يا زئردة. طب ايه يا زئردة الحاجة اللي بتمشي على الأرض وبتقول ميو ميو؟ يبقى الثلاث بيضات يا بسارية. ايه اللي بيحصل لكم ده؟ مفيش فايدة، روح يا زئردة روح. يعني انت كمان شايفني غبية؟ طب ماشي. ترى جدهم عامل ازاي دلوقتي؟ دي مش وصفة، دي لعنة. لسه حتة صغيرة في الوصفة، اقوم اجيبها لك دلوقتي ولا البت زئردة تروح تاكلها عشان تزود ذكائها كمان؟ يا واقعة في حلقي، هي عايزة تاخد منها تاني؟ يا بازوكا اسمعني وافهمني، هقولك ايه دلوقتي. سلام عليكم يا ولاد، اهلا يا بسارية يا ابني. جيت في وقتك يا حاج بسطويسي، كنت عايزة اقولك على حاجة بخصوص الوصفة دي. متقلقش يا بسارية يا حبيبي، عاملين حسابك في الوصفة دي، لكن انا فتحت الشباك دلوقتي لقيت فيه صوان بره، لازم اروح اعزي واجي. الصوان اللي بره ده عزا 40 واحد. لا حول ولا قوة الا بالله، 40 واحد ماتوا. يا وقع في حلقي يا حاج، ده واحد مات من 40 يوم. 40 يوم ولسه الظلمة اللي عندي دلوقتي مش دفنوه. يا حاج بقى بسطويسي فهمني، دي لعنة الوصفة جايلك على تقيل قوي. ده واحد مات ودفنوه من 40 يوم. يعني يا ابني دفنينه من 40 يوم واللي عندي دلوقتي قاعدين في العزا يا ابني. يا وجع قلبي يا حاج بسطويسي، الوصفة دي وصفة رجل العفريت الخطيرة
مالها يا حبيبي مالها؟ الوصفة دي يا حاج عملت نتيجة عكسية معاكم، فأنا هروح للعطار واجيب لكم بقى ايد العفريت علشان ترجعوا كويسين تاني. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لحد ما اروح واجي.